السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن تعديل الكهرباء لشقق الاسكان الاجتماعي. تمام. احنا النهارده يعني انا كان عندي مشكله في السباكه في الحمام، ان البيبه عندي كان مستوى اعلى من بقيه السيراميك كله. فكان عندي مشكله في السباكه بتسرب، وكان عندي مشكله في البيبه ديت، فكانت الميه بتجري طبعا بره على الطرقه وعلى الصاله. فكان لازم بالنسبه لي ان انا اغير السيراميك بتاع الطرقه وبتاع الصاله. كشكل طبعا احلى، وفي نفس الوقت السيراميك عندي كان اللي هو الخشن مش الناعم. فبالنسبه لي ما كانش احسن حاجه، وبرده مشكلتي ان هي موضوع ان الميه بتجري عكس الاتجاه دي برده كانت بالنسبه لي مشكله. فانا هنا قلت هغير الايه الصاله بالطرقه، فوالدي ربنا يكرمه اقترح عليا ان انا امد مخراطيم في الصاله، ادخلها من البلكونه، ادخلها على الثلاث اوض بخط مستقيم، ان احنا نشيل يعني صف سيراميك واحد من كل اوضه، وان احنا هنشتري من الشركه نفسها نفس نوع السيراميك نركبه تاني، فما يبان ان هو ما حصلش فيه اي حاجه. تمام. فهي دي فكره بسيطه، يا رب لو حد يعني ممكن يعني هقترحها عليكم وشوفوها عملتها ازاي، وشوفوا النتيجه في الاخر، يمكن حد فيكم يستفيد منها او تنفعه يعني باي حاجه، وان شاء الله خير باذن الله. فانا هنا كنت اول حاجه كنا كسرنا يعتبر نص الصاله، وكنا الاول بنمد الكهرباء قبل السيراميك، تمام، قبل ما نركب السيراميك يعني وايه الجديد. فكان بالنسبه لي لازم ادخل الاول الخراطيم ديت من الصاله للاوض. تمام. تعالوا شوفوها عملناها ازاي. هنا كده مدخل الباب، وهنا عندنا لوحه المفاتيح هنا. تمام. انا خدت من لوحه المفاتيح ديت الخراطيم بتاعتي، مشيتها كده لحد ما دخلتها هنا. تمام. في البلكونه، ومن البلكونه هنا دخلتها ماشي خط مستقيم لحد هناك. تمام كده. شلت بس البلاطه اللي هي بالطول ديت، يعني دي كده كلها في بلاطه كده ماشيه هنا. البلاط ده شلت صف واحد من البلاط في الثلاث اوض. تمام. الاوضه الثالثه ما شلتهاش فيها عشان هم حاطين لي هنا فينا حاطين فيها فيش التكييف. تمام. هم مقسمين التكييف. انا الاوضه الثالثه جيت لحد هنا، وبعد كده مشيت كده عملت هنا اهوت شاشه، يعني اللي عملت هنا بتاعه التلفزيون. تمام. فدي فكره حلوه للي ناوي مثلا هيكسر الصاله مثلا والطرقه مثلا والحمام، وهيظبط مثلا الشكل، ومش عايز يكسر الثلاث اوض بتوع اوضه النوم بتاعه اوضه النوم والاطفال. فيعمل ايه؟ يكسر بس الحته ديت، ويمشي كده يمشي كده بالخراطيم بتاعته، يدخلها من هنا من عند البلكونه. تمام. ومن البلكونه هيخش للثلاث اوض بالطول كده على طول. هنا في اوضه الاول اوضه نوم هنا هم كانوا هنا حاطين لي فيشه. تمام. الفيشه دي انا خرمت منها وحطيت فيشه تاني في البلكونه من بره، بقى عندي هنا فيشه وهنا فيشه. طب هنا كان عندي الفيشه بتاعت اللي هي الزرار بتاع اللي بيفتح لي البلكونه، خرمت منه وعملت برضو واحده تاني بره، بقى عندي كده هنا فيشه هنا وفيشه هنا في البلكونه. تمام. في اوضه الاطفال هم هنا كده حاطين لي فيشه. تمام. انا مشيت هنا مديت كده مكان للتكييف، ومكان للكهرباء للابليك، وعملت هنا دخلنا هنا في الاوضه دي كده، ومشينا في الاوضه ديت كده على الحيطه، عملنا هنا فيشه للتلفزيون، وخسرنا بنفس الفيشه دي الناحيه التانية عملنا برضو فيشه للتلفزيون. تمام. ودخلنا كده عملنا فيشه للابليك والتكييف. تمام. ومشينا كده بقى طلعنا من الناحيه التانية من هنا، عملنا هنا الفيشه واللي هو الفيشه بتاعه التلفزيون. تمام. هنا بقى في الاوضه هنا انا عندي هم هنا عاملين التكييف، انا بس زودت كمان فيشه كمان اعمل ابليك، وهنا برضو عملت ابليك تاني، وهنا عملت ابليك كمان. تمام كده. طيب بالنسبه للمطبخ، المطبخ انا الباب ده كان عندي هنا، انا نقلته هنا. تمام. ده في ليه فيديو لوحده موجود على القناه اللي حابب يخش يشوفه. فلما نقلته هنا عملت انا الفيشه هنا في الجنب هنا. طب المطبخ ده كله كده هم حاطين لي هنا في واحده بس، فيشه واحده بس، ودي طبعا مش هيكفيني. فانا هنا عملت واحده هنا وواحده هنا، وخرمتهم بره الصاله، وحظهم ان هو وراهم في الصاله هنا كان في فيشه وهنا في فيشه، فهم يعتبر كل فيشه خدت من التانية. تمام كده. بقى عندي هنا في المطبخ 3 فيش في الحيطه دي. طب هم هنا عاملين لي فيشه للتلاجة، انا خرمت وراها في البلكونه وخدت منها برضو فيشه اللي انا احط فيها الغساله في المستقبل. تمام. طب انا عايزه اوصل هنا فيشه عشان هنا في شباك، الشباك اللي هنا ده هحط تحت البوتاجاز، فانا عايزه فيشه عشان اشغل الشفاط، اشغل البوتاجاز. فانا مديت سلك يعني ماسوره او خرطوم، مديته كده 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 كده، وقمت مدخلاه من هنا، وعملت هنا فيشه تحت الشباك. الخرطوم ده انا مشيته جوه الحيطه وقفلت عليه. تمام. هتشوفوا برضو في الفيديو معايا. تمام.
يعتبر انا كده كل يعني تعديلات الكهرباء اللي انا عملتها. وهنا برضو كانوا هم حاطين هنا في القاعده دي، يعني القاعده دي هم كانوا عاملينها كده، هنا فيشه للتلفزيون. تمام. انا زودت هنا واحده للتكييف، عشان زودت هنا هحط التكييف. تمام. وفي كل في اوضه الاطفال هحط هنا تكييف وهنا تكييف وهنا تكييف، فعملت 3 تكييفات، والتكييف الرابع في الصاله هنا. تمام. التكييف الصاله دوت انا عملته، وعملت جنبيه وهنا هم كده كده اصلا عاملين لي فيشه للتليفون وفيشه للتلفزيون. تمام. انا طبعا مش هحط، مش يعني المكان ده بالنسبه لي ضيق، بالنسبه لي ان الصاله هحط انتريه هنا، ركنه، يعني المكان هنا واسع، فمديت كده برده خرطوم كده كبير لحد هنا، عملت هنا فيه فيش وايه وبريزه. تمام. دوت عملتهم يعني تبقى هنا محطوط فيه شاشه تخدم على الحته دي. تمام كده. فهي دي يعتبر كل تعديلات الكهرباء اللي انا عملتها. انا حبيت اوضحها هنا عشان لو حد مش فاهم حاجه من الفيديوهات يعني، او مش فاهم الحته دي بتبص على ايه او هتعمل ايه. تمام. فانا وضحت لكم هنا الفكره بقى الاهم بالنسبه لي، ان اللي ناوي يغير مثلا السيراميك بتاع الصاله مثلا بترقى بالحمام بالارضيات، يعني بالبلكونه بكده، ومش عايز يجي جنب الثلاث اوض بتوع نوم الاطفال، ومش عايز يكسر، فعشان حرام اللي هو يكسر، فيعملوا زي ما انا عملت كده. عملت هنا الخرطوم مديته كده ودخلته من هنا ومشيته في خط واحد لحد الاخر. تمام. وكل واحد بقى خدت منه بقى، خدت هنا تكييف على الحيطه مثلا، خدت كذا خدت باريزه، خدت مثلا فيشه تلفزيون. وفي الحيطه المشتركه دي هتعملوا هنا البريزه وفي ظهرها بريزه، يعني مش هتكسروا من هنا وهتكسروا من هنا، مش هتكسروا في الاوضتين، هتكسروا في حيطه واحده بس. والحيطه اللي هتطلعكم لحد فوق خدوا منها بريستين في ظهر بعضيهم. تمام كده. بس ما انتم هتكسروا كده هتيجي تقولوا طب انا هجيب منين السيراميك ده؟ انا السيراميك دوت اشتريته من الشركه اللي هي مسلماني الشقه. بتروح مثلا يعني تقول مثلا انا عايزه نفس نوع السيراميك ده، بتشتري منه مثلا متر 2 3 على حسب ما انت عايزه. تمام. لو الشركه اللي عندكم مش متوفره فيها الحوار ده، فاكيد طبعا مش هتعملوا الكلام ده. عشان كده انتوا ممكن يعني تكسروا وما تلاقوش مثلا السيراميك، فهيبقى شكل منظره مش احسن حاجه. فاسالوا الاول الشركه اللي معاكم هتعرف توفر لكم السيراميك ده تشتروه منها ولا مش هينفع تشتروه منها. لو هتشتروه منها يبقى خلاص تمام، كسروا الخط ده كده، وبعد كده هتقفلوا عليه عادي خالص، ومش هيبان ان هو حصل فيه اي تعديلات او اي حاجه. تمام. قالك لا مش متوفر او مش بيبيعوه او مش موجود او الخلطان من عندهم، للاسف يعني الفكره دي مش هتظبط معاكم. تمام كده. يا رب اكون عرفت افيدكم ووصل لكم المعلومه. هنا بقى بالفعل كنا كسرنا في الاوضه يعني سيراميكه واحده بالطول كده، كنا بنخش منها على كل اوضه، كنا بناخد بقى منها كنت بقى اطلع منها اللي جنب الحيطه ديت، بطلع منها الدش. تمام. والتليفون. وكنت اللي في الوش دي كنت اللي تحت الشباك كنت بطلع منها التكييف وقبليك ينور بالليل، يعني قبليك يبقى فوق شويه. والناحيه التانية ديت كنا بنكمل بيها للبريزه اللي فوقيها. تمام كده. بصوا الموضوع سهل ان شاء الله معاكم، ويا رب بس تفهموا قصدي ايه. بصوا بقى هنا بعد ما جبنا نفس نوع السيراميك اشتريناه من الشركه، وهنا بقى والدي ربنا يكرمه هو اللي عامل لي السيراميك ده، هو اللي مركبه لي، هو اللي عامل لي الكهرباء، وهو اللي عامل لي مرمات السيراميك الصغيره ديت. تمام. بس لا سيراميك الحمام والطرقه والصاله وكده لا، اكيد طبعا واحد بتاع سيراميك اللي جاي، بس يعني هو الحاجات البسيطه دي ربنا يبارك له يعني بيحب يجرب ويعمل بايده. عايز اقول لكم ان هي بعد ما اتعملت، عايز اقول لكم شكلها طبيعي جدا، يعني دلوقتي كمان مبلوله لما تنشف ولا تحسوا ان هي اتعملت فيها حاجه. تمام. يا رب الفكره تكون وصلت لكم يا رب. بصوا بقى هنا بعد ما شطبنا عليها، يعني هنا بصوا بقى الخراطيم اللي كانت في الارض دي فتحتنا فيها في الحيطه، وعملت منها تكييف وعملت منها ابليك. تمام كده. طيب بالنسبه البلكونه انا كنت عايزه اركب فيها الغساله. طبعا عشان اركب الغساله مفيش فيشه او مفيش اي حاجه اخد منها كهرباء. فالكهرباء العلبه الصفراء دي بالظبط في ظهرها على طول في كهرباء في الفيشه بتاعت التلاجة في المطبخ. فاحنا خرمنا من جوه لبره، يعني انت بتقفي في السيراميك ومن جوه بتفتحي العلبه ديت وبتعملي بشنيور زي خرم ينفذ الناحيه التانية. تمام. لما بيظهر الناحيه التانية عندكم بقى انتوا بتاخدوا مقاس المربعه ديت العلبه، وبتعملوها بالصاروخ عليها وبتفتحوها وبتعملوها. تمام. انا كنت عايزه اعمل فيشه تانية للبوتاجاز والشفاط، وده يعني هيبقى يعني تحت الشباك عند جيمة الحوض كده. فانا طبعا ما كانش عندي، يعني هم هنا حاطين لك في المطبخ حرفيا هما 3 فيش، واحده فيشتين جنب بعض اللي هما بتلاجة تقريبا وغساله، وحاطين لك فيشه الناحيه التانية بس. فمش عارفه اجهزه المطبخ ايه اللي هتمشي ب3 فيش. فانا بقى الحل التاني اللي كان والدي قال لي عليه ان احنا من بره نمشي بالخرطوم من العلبه اللي احنا لسه عاملينها ديت، نمشي بره لحد الشباك ونخرج من الشباك ننفذ علبه تانية نعملها جوه.
تمام. يا رب الفكره تكون واضحه لكم. يعني انا يا جماعه ما كسرتش جوه في السيراميك ومشيت الخرطوم بتاعي، لا انا مشيته في الظهر من بره. من بره انا هعرف الم باسمنت او كده، انما السيراميك صعب ان الواحد يجيبه، ولو هتجيبي هيديكي علبه او اتنين في الشركه، مش هيبيع لك اكتر من كده. تمام. يعني هو بيبقى عارف ان انت مثلا تشتريه عشان تعملي مثلا بيه مرمى، كرتونه كرتونتين، انما مش هينفع اكسر يعني عدد كبير في السيراميك عشان اعمله. فانا كنت ماشي، فهو والدي بقى مشالي الخرطوم بتاع الكهرباء بتاعت الفيشه التلفيز الشفاط والبوتاجاز، مشيهم لي من بره خالص، وجي تحت الشباك بتاع المطبخ، قام فتح عمل خرم بالهيلتي ونفد الناحيه التانية. تمام كده. وعملنا العلبه بتاعته. بصوا بقى من جوه تحت الشباك على طول عملت بقى ايه، هي الفيشه دي اللي احنا كنا بنعمل فيها دلوقتي. تمام. يا رب الفكره تكون وصلت لكم انا عملتها ازاي يعني، وصلنا كده ازاي. تمام. هنا بقى في البلكونه الكبيره، كنت حابه في البلكونه الكبيره لو هنقعد فيها او يبقى فيها كويسه او كده يبقى فيها شواحن، فانا ما كانش عندي فيها اي حاجه خالص. كل باريزه من ديت وراها باريزه تانية، يعني الباريزه ديت وراها الباريزه اللي احنا بنفتح منها نور البلكونه. تمام كده. يعني كل باريزه خدت منها ايه باريزه. هنا طيب هم حاطين هنا التليفون والدش. تمام. فاحنا جينا نفتحها يعني نستكشف ايه اللي جوه كده، طلع لنا ان هم ولا حاطين تليفون ولا حاطين دش، يعني مفيش سلوك. هم حاطين لك بس المواسير وعاملين لك عليها العلامه وسايبينها بس كده. تمام. حتى يعني بص الدنيا كانت مقفله خالص. هنا بعد ما والدي عدلها عملها لي بقى ايه، عمل لي هنا دش وتليفون، والناحيه دي برضه عمل لي دش، عشان انا كنت حابه ان انا القعده بتاعت الشاشه احطها الناحيه التانية جنب الباب، عشان انا احط الانتريه او الركن الناحيه التانية. تمام. فاحنا مدينا بينهم ايه خط كده. العلبه الكبيره اللي تحت دي انا كنت عاملاها علشان لو هجيب مثلا راوتر ممكن احطه جوه واقفل عليه، عشان يبقى الشكل برضو الجمالي في الصاله، يبقى الموضوع احسن يعني، ميبقاش اللي قاعد في الريسبشن شايف الراوتر بيسلكه بحاجته. تمام. هنا كان والدي قفل خلاص عليها، وبدأ ينفسم لون المعجون يعني يعمل الطبقة دي بطبقة معجون، والمعجون ده بنحط عليه لون بسيط جملي عشان خاطر يدينا نفس لون الشقة، علشان لما تيجوا تبيضوا بعد كده ما تبقى يعني البويه او البياض بيبقى ساتر، ما يبقاش باين ان هنا في حاجه سودة او حاجه مثلا لونها متغير يعني عنها. تمام. كان هنا بيدهن قبل ما بيعمل الحوار ده كان بيدهن وش حاجه اسمها سيلر، يعني زي عازل كده بين الاسمنت والمعجون. تمام. يا رب المعلومه تكون وصلت لكم. يعني انا حاولت ولا اصور على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم المعلومه او حد يستفيد بيها، فيا رب انا يعني اكون وصلتها لكم يعني ايه بالمعنى. تمام. المطبخ بقى اليمه التانية اللي هي يمه الباب، اللي هو اليمه التانية اللي اتحط فيها المطبخ، هما مش حاطين لي غير هي الفيشه دي اللي هم انتوا شايفينها دي بس. تمام. يعني انا مش فاهمه المطبخ كله ما فيهوش غير الفيشه دي الناحيه دي. تمام. فانا بالنسبه لي دي مش كانتش هتكفي، فانا كنت عايزه ازود فيش تاني. فوالدي قال لي اختاري على المكان اللي انت عايزه تحطي فيه فيش، ونحط الفيشه ونخرم من الناحيه التانية للحيطه في الصاله، ومكان ما الخبط يعني مكان ما الخرم دوت هينفد الناحيه التانية نوصل منه ماسوره لحد اقرب فيشه. هو حظي الحمد لله ان في الصاله من ورا في فيشتين اصلا في الريسبشن اول ما بتخش في وشك كده. تمام. فاحنا قلنا هناخد منهم بقى. انا بقى هنا ظبطت. بصوا هم دول فيشتين اللي بقول لكم عليهم اللي هم في الصاله من بره، ده ظهر المطبخ بالظبط. هم طلعوا بعاد عنهم شويه، يعني مثلا مسافه 20 سنتي، احنا قربناها وقفلنا عليها بالاسمنت. تمام. بصوا هنا بقى بعد ما شلنا الطابلوهات اللي هي السيراميك دي انا غيرتها، وعملت خليت الراجل بتاع السيراميك يعني عمل لي البلاطتين دولت. هنا بقى الباب المطبخ اللي احنا نقلناه، انا في فيديو كامل لنقل باب المطبخ والتظبيط المطبخ في القناه اللي حابب يشوفه. فعملت مطرح الباب اللي احنا شلناه حطيت مكانه اللي هو الفيشه الكهرباء او النور عشان انور منه المطبخ. انا حبيت ان الزرار يبقى من بره. تمام كده. يا رب المعلومه تكون واصله لكم، او انا اكون عارفه افهمكم يعني قصدي ايه. تمام. طب بالنسبه هنا للصاله جنب الباب على طول اللي هي في علبه الكهرباء اللي احنا كنا واخدين منها، نزلنا منها التكييفات واسمه دوت يعني كل الكهرباء بتاعتنا نازله من الحته دي. تمام. انا كنت حابه هنا يبقى في زي ابريك كده، ان انا بالليل اعرف افتحه مثلا يدي اضاءه هاديه، ما يبقاش الصاله كلها يعني ايه اللي هي النجف المباشر اللي فوق. تمام. فبرضه هنا جيب الصاروخ كده بيفتح مكان لخرطوم ينزل من علبة الكهرباء ديت، وبيوصلها للعلبة الحلة المربعة اللي هو معلم عليها ديت. دي العلبة اللي بتحط فيها اللي هي اسمها علبة ماجيك، بتبقى صفرة كده. العلبة دي تقريبا ب5 جنيه، دي اللي بتبقى محطوط فيها السلك من جوه ومعمول. تمام. فغير بقى لسه في حاجة اسمها شاسيه ووش ولقم وبرايز، يعني في حاجة تانية بتركب بس هو بيعمل لي الأساس. تمام. اهم حاجه انتم لو يعني ايه، لو استلمتوا شقتكم ولسه هتوضبوا فيها يعني، ولسه العماره فاضيه، الحقوا وضبوا قبل ما الناس ما تسكن.
لان عايزه اقول لكم الخبط دوت يعني كان صوته رهيب. لو انتوا في ظهركم مثلا جار او حد ساكن كان هيبقى الصوت عالي جدا. فانا الحمد لله الدور بتاعي ما كانش لسه حد ساكن منه، فعرفت اكسر براحتي واعمل التعديلات دي كلها واظبطها تمام كده. طيب انا بالنسبه لتعديلات الكهرباء يا ريت تعملوها قبل بتاع السيراميك. لو انتوا هتشتغلوا في الارض وفي السيراميك يمدوا لكم الخراطيم من تحت السيراميك يبقى اسهل. تمام. طيب بالنسبه في حد كان بيسالني اعمل السباكه الاول ولا حديد؟ لا طبعا اعمل السباكه الاول، لان السباكه ممكن يحتاج ان هو يستخدم المواسير يعمل اي حاجه ما يبقاش فيه حديد مضايقكم على بعتذر، ما يبقاش فيه يعني سيراميك حديد معلش يضايقه وهو بيعمل السباكه. تمام كده. فاعملوا الاول السباكه وبعد كده اعملوا الحديد، وبعد كده لو هتعملوا سيراميك عدلوا الاول لو في الكهرباء لو هتمشوا مواسير تحت السيراميك اسهل من الكهرباء تقعد يمشيها اكتر يعني. تمام كده. فهي بقى هي دي التعديلات اللي انا عملتها للكهرباء. يا رب تكون يعني ايه عرفت اوصلها لكم بابسط طريقه، ويكون انتوا فهمتوني. انا برضه عامله لكم فيديو كامل لل يعني رسمه بالقلم يعني عشان الناس تفهم اكتر. تمام. طيب ماشي. اللي بالنسبه للناس اللي بتقعد تسالني بتقولي مثلا دي كلفتك كام او دي كلفتك كام او كده، يا جماعه انا في موضوع في الفيديو بتاع تعديل السباكه واللي انا غيرت السيراميك كله والكلام ده كله في الفيديو انا قايله تكاليف كل حاجه انا عملتها. فحد مثلا واحده كاتبه لي كومنت طب العزل بس لوحده كلف كام؟ انا مش هعرف العزل كلف كام، لان السباك كان طالب مثلا يعني خامات احنا نزلنا جبناها. مثلا جه حق تاسيسه 4000 جنيه احنا اديهم له، فمش هقول له التاسيس لوحده العزل لوحده للحمام يتكلف كام. انا مش يعني مش هعرف اطلع لك السعر بالظبط لوحده كام. تمام. طب برضو واحده كانت بتقولي برضو الحمام لوحده يعني سيراميك ومصنعيته واللوازم كلها اتكلف كام؟ انا برضو مش هعرف لان انا جايبه الخامات السباكه جايبينها احنا للمطبخ والحمام والبلكونه اللي هي الخدمات ان احنا نبقى حاطين فيها الغساله والسخان. فانا يعني هو السباك جه خدها على بعضها، خد الشقه على بعضها يعني خد الحمام والمطبخ والبلكونه الصغيره مع بعضيهم. وبتاع السيراميك لما جه يشتغل برضو اللي جه يشتغل لي اشتغل برضو في الحمام واشتغل لي في الصاله وفي الطرق يعني يعني بيشتغل في كل حاجه مع بعضها. فانا مش ينفع اقول له لو هتيجي تعمل يعني الحمام بس لوحده بكام او الطرقه مثلا اللي بس لوحدها بكام. انتوا فاهمين قصدي؟ فبعذروني والله لو انا مش عارفه ارد على الكومنتات ديت، لان انا مش يعني مش عارفه بالظبط يعني كل حاجه سعرها كام لوحدها. انا بقول لكم يعني ايه انا صرفت كام في العموم. تمام. بس يا رب الفيديوهات تكون عجباكم، وشكرا بجد لتعليقاتكم والله الحلوه. وفرحانه ان القناه بدات تكبر بيكم وان في ناس عجبها الفيديو. في واحده بتقولي انا هعمل لك لايكات من كل موبايلات البيت عندي وقناه المفيده. ربنا يكرمك يا رب ويوسع رزقك يا رب. انت عايزه اقول لك ان انت فرحتيني بالكومنت بتاعك دوت، وما تعرفيش يعني قد ايه ان يبقى في حد مثلا ممكن بيستفاد مني او تابعني او كده، ده حاجه كبيره بالنسبه لي. فربنا يوسع في رزقكم جميعا وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه، وان يا رب كل اللي ما استلمش يستلم على خير ان شاء الله. ويعني بصوا والله انا بحاول انقل لكم التجربه اللي انا يعني كل حاجه انا مريت بيها انا بحاول اوصلها لكم. لان انا في وقت من الاوقات كنت نفس الوضع دوت وما كنتش عارفه ما كنتش لاقي حد يعني يفيدني او يقول لي مثلا الحاجه دي تتعمل ازاي او تتكلف ازاي او افكار. فانا في افكار كتير على النت، خدي من هنا وخدي من هنا وخدي الاحسن والانسب ليكي وطبقيه في شقتك. تمام. فانا بس مش اكتر بقول لك انا مثلا يعني الكهرباء انا يعني والدي فكر فيها جابها ازاي فانا قلت لك على الطريقه. إيه مثلا البرايز في ظهر مثلا باريزه في ظهر باريزه فانا باخد منها الكهرباء. فيعني واحده واحده هتلاقي نفسك الدنيا معاكي بتظبط، ويعني هي كلها الدنيا كلها عباره عن افكار. فانت خدي الفكره اللي تناسبك وتريحك وتعمليها. تمام. انا برضو حابه اشكر والدي لان بصراحه انا تعبان معايا والله، بس هو بيحب يشتغل بايده وبيحب كل حاجه يجربها. فربنا يبارك لي فيه يا رب. يلا اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.